والآن يا أخوتي الأعزاء، بعد أن اشترينا الحصالات، علينا أن ندخر من مصروفنا حتى قدوم عيد الأمهات. الفكرة رائعة، وهكذا لن نحتاج النقود من أمنا لشراء هدية لها. سمع الأب حوار الأطفال فتدخل قائلا: أنا فخور بكم يا أعزائي، تريدون شراء هدية من مصروفكم الخاص. هذا تجسيد لحبكم لأمكم. أحسنتم. إن أمي تستحق أكثر من ذلك يا أبي، فهي تتعب لأجلنا كثيرا. حسنا، إذن علي أن أساعدكم في بلوغ غايتكم. سأعطي كل منكم مبلغا. وزع الأب المبالغ المالية على أبنائه ثم قال لسلمى: مبلغك يفوق مبلغ أخوتك. عليك أن توزعي المبلغ الزائد بالتساوي عليكم. حسنا، أعطاني أبي ورقتين من فئة 10 دينارا وقطعة من فئة 5 دينارا. إذن لديك نفس المبلغ الذي أملكه، وهو 25 دينارا. وأنت يا أختي كم لديك؟ أنا لدي 3 أوراق مالية من فئة 10 دينارا وقطعة نقدية من فئة 1 دينارا، وهذا يعني أني أملك 31 دينارا. المبلغ الذي تملكينه يفوق مبلغنا. كيف سنقتسم المبلغ الزائد بالتساوي؟ يا أصدقائي، هل لدى أحدكم حلاً نهتدي له؟ هل يمكنكم يا أصدقائي مساعدتنا؟